طيب مواد الهويه، اولا لسنا نحن من نثير هذه القضيه، والحوارات اللي جرت في الايام السابقه تكشف اننا لسنا من نثير مثل هذه المسائل، لكن في الحقيقه الخلافات اللي ظهرت تدل ان في قطاعات فعلا متربصه بمثل هذه المواد. 219 اللي كان البعض بيقول بتتكلم في المذاهب واهل السنه اتشالت خالص، وبقينا بنتكلم في كلام منطقي، والازهر كان هو اللي متصدي لهذا الامر، بيقول احنا عندنا جزء في احكام متفق عليها واحكام مختلف عليه. احكام مختلف عليها كان الكل بيقول احنا مش عايزين تفسيركم المتشدد، خلاص خلي التفسير المتشدد، احنا عايزين الجزء المتفق عليه. لا، قال له حتى هو المتفق عليه دوت موجود. والمتفق عليه قال لك التفسير المحكمه الدستوريه العليا؟ لا، تفسير المحكمه الدستوريه بيحصرها في قطع الثبوت قطع الدلاله، وده جزء صغير جدا جدا. حتى الازهر الخلاف اللي ظل 3 ايام، لا التفسير المعركه اللي كانت بقى لها 3 4 ايام دي كانت في الكلام ده. هل نضيف لتفسير المبادئ الجزء المتفق عليه؟ لا، ما هو انتهت، لان الكنيسه هددت بالانسحاب والازهر كان هدد بالانسحاب امامهم، وكانت معركه بقى لها كذا يوم شغاله، لا الى ان فرضت الكنيسه ارادتها على الجميع وتم. بس ده اتهام للازهر يا استاذ شريف لما تقول الكنيسه فرضت ارادتها؟ لا، هو الازهر شاف ان هو تسويه الامر بان اضافه حكم مدني بدل دوله مدنيه بحيث حل مثل هذه المشكله. تم مش 219 بس، لا، في عبث بكل مواد الهويه، وده نقد لكل الاتفاقات السابقه واللاحقه من ايام الجمعيه السابقه. وبناء عليه موقف حزب النور ايه؟ بلا يعني في مواد ثانيه، في مخاطر وبناء عليه موقف حزب النور نوبه وسينا والكوتا ونظام الانتخابات، يعني اللي انا هنتكلم اكيد نظام الانتخاب الكارثه اللي حصل امبارح اللي هيرجع لنا بلا شك برلمان هو برلمان احمد عز بالضبط، وهو بس عايز يرضي الاحزاب مديهم تلت كده عشان يلعبوا في التلت ده. هي خطوات تمشي على 25 يناير بالاستيكه للاسف.